إجى أمام النادي الأهلي، كان متقدم على البنك الأهلي، وكاد أن يقتل المباراة بركلة جزاء، ولكن الحكم تغاضى عن احتساب ركلة الجزاء علشان نادي البنك الأهلي يرجع للمباراة ويستغل أخطاء النادي الأهلي ويفوز، ويقلب المباراة على النادي الأهلي ويفوز 4-3، ويقتنص النقاط الثلاثة بمساعدة واضحة من حكم اللقاء ومن الحكام كما هو قادم زي ما قلنا، لأن الحكم في مباراة الزمالك نور الدين كان حكم اللقاء، وهدف تاني للزمالك من فاول في داخل منطقة الجزاء من سيف الدين الجزيري لعمر كمال عبد الواحد، ولكن الحكم ولا كأنه هنا ولا الفار كان هنا أصلا. ومع أن الكرة أجمع عليها النقاد وخبراء التحكيم بأن هي ضربة حرة مباشرة للنادي الأهلي داخل منطقة الجزاء على سيف الدين الجزيري، ولكن